السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كان معانا غدا سهل وسريع وبسيط. لو انت مبتدئة ممكن تعمليه معانا. لو انت مبتدئة ممكن تعمليه معانا حلة على النار وفيها شوية من المية، ومعانا الكرشة دي انا كنت جايباها من عند الجزار وغسلتها كويس ونقعتها بخل وليمون، وحطيت معاها قرفة خشب وسبتها تتنقع شوية. بعد كده حطيت لها مية على النار وغسلتها كويس وحطيت معاها فلفل وحطيت معاها بصل وحطيت معاها ورق لوري وحطيت معاها حبهان. ده هون شكلها هون زي ما انتوا شايفين. معانا هنا الفاصوليا، كنت غسلتها نقيتها كويس وغسلتها وحطيتها تغلي وصفيتها من المية. وجهزنا معانا دلوقتي الطماطم بتاعتنا للفاصوليا. جبت حلة على النار وحطيت فيها شوية من الزيت وحطيت فيها بصل، وقطعت على البصل بعد ما خدت تشويحه، قطعت عليه فلفل، وبعد ما الفلفل اتقطع نزلت عليه بالطماطم. نزلت بالطماطم الاول وبعد كده حطيت الفلفل. وبعد كده كان معانا صلصه انا كنت عاملاها على ايديا، حطيتها برضو وخليتها تاخد تشويحه معاها، ونزلت بالفاصوليا بتاعتنا. وبعد كده حطيت شويه من الميه عليهم، وحطيت شويه من البهارات كمون وفلفل اسود وملح. ممكن احط شطه لو انا محتاجه، ماشي، مش محتاجه خلاص لو انا يعني حبه حار. بعد كده كان معانا الرز ابو شعريه. كان معانا حله على النار فيها زيت، وحطيت كوبايه من الشعريه على 4 اكواب من الرز. وبعد كده جبت 5 كوبايات من الميه وحطيتهم على الشعريه بعد ما نزلت بالرز، وحطيت عليها ملح وسبت الرز ينشف معانا. وبعد كده كان معايا الشوربه. جبت حله على النار فيها زيت وشويه من الشعريه، حطيت عليها ميه، كوبايه من الميه، وبعدين نزلت بالشعريه بالميه بالشوربه بتاعتنا. وده كان شكل الاكل بتاعنا هو. دي بعد ما قليت الكرشه، وده الرز بتاعنا هو، ودي الفاصوليا زي ما انتم شايفين. شكل الاكل جميل وبألف هنا اللي يعمله. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير ودعوه حلوه من القلب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.